السؤال اللي بعده يقول لحضراتكم: يعتقد الفيلسوف الألماني أوزوالد سبينجلر، فيلسوف ألماني، بيقول الراجل الجميل، بيقول لك إن الحضارات مثلها مثل الكائنات الحية، تولد مرحلة الميلاد، ثم تنضج وتزدهر مرحلة النشأة، مرحلة قصدي النضج يعني، ثم تموت مرحلة الإضمحلال. يستدل على صدق العبارة السابقة ما حدث للحضارة الأوروبية. يعني حضرتك هتاخد حاجتين حصلت للحضارة الأوروبية: نشأة ونضج وقوة، ثم مراحل الإضمحلال. هي الحضارات دي سقطت إمتى؟ ها، الحضارات الأوروبية. طب ازدهرت إمتى؟ هو ده السؤال. هنعرف هنا هي ازدهرت إمتى فنختارها الأول، وسقطت إمتى فنختارها التاني. بمعنى كانت مزدهرة أيام القديمة بس ضعفت في العصور الوسطى، يبقى نضجها يعود للقديمة وإضمحلالها يعود للوسطى. ماشي. السؤال التاني يقول لك: يرتبط إضمحلال يعني سقوط وانهيار حضارة المدينة الموضحة في الصورة المقابلة. دي مين بقى؟ دي مدينة روما القديمة. مدينة روما دي موجودة في إيطاليا، يبقى دي تبع الحضارة الرومانية الشرقية ولا الغربية؟ طالما إيطاليا يبقى الرومانية الغربية. حلو كده. بعد سقوط الرومانية الغربية حصل إيه؟ قالك ترتبط ببداية إيه؟ يعني عايز الفترة اللي بعدها حصل فيها إيه؟ مفروض إنها سقطت في القديمة، يبقى اللي بعدها تبقى الوسطى. ماشي. السؤال التاني يقول لك: أدى قيام الثورة الصناعية في أوروبا إلى ظهور سلبيات العصور الحديثة. يعني لما الثورة الصناعية قامت في سلبية حصلت، يا ترى إيه بقى؟ يا ترى اشتعال حروب عالمية ولا استعمار أوروبي؟ استغلال موارد البيئة؟ تفشي أمراض خطيرة؟ خد بالك، هي الثورة الصناعية حصلت في التاريخ الإيه؟ في الوسطى؟ لا، في الحديث. طب لما حصلت في الحديث قالك أدى إلى ظهور أحد سلبيات الحديث. يبقى زي ما بقول لحضرتك هنا، الثورة الصناعية بقت محتاجة موارد، فالموارد طلعوا يدوروا لها بره على كشوفات جغرافية، فلما لقوا أماكن بره راحوا محتلينها، يبقى ده أدى للاستعمار الأوروبي فيما بعد. في 39 بيقول لك: تظهر العلاقة بين العصور الحديثة والتاريخ المعاصر. عايز حاجة ما بين الحديث وما بين المعاصر، يعني عايز حاجة مشتركة ما بين الاتنين. في الحقيقة الحديث ده لما نيجي ندور له كده على الاختيارات كلها هنلاقي إن كان في استعمار أوروبي،